على هامش مباراة إنجلترا وروسيا، تحولت مدينة مرسيليا إلى مسرح للشغب والمواجهة العنيفة، إذ اشتبك على رصيف مرفأها القديم المئات من المشجعين السكارى مع بعضهم، وتبادلوا الشتائم ورشقوا الشرطة بالزجاجات. مسؤول أمني أكد أن المواجهات أدت إلى سقوط عدد من الجرحى، وحيال هذا الوضع أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، ما دفع الجماهير للهرب إلى الشوارع القريبة. ورغم ذلك استمر المشاغبون في القتال وتمزيق ملابسهم وكسر زجاجات الخمر. الشرطة أمرت بغلق الحانات والمطاعم في منطقة المرفأ بعد أعمال العنف التي شارك فيها فرنسيون، وأوقفت عددا من المشجعين. وأعمال الشغب هذه تسببت في خسائر كبيرة طالت خاصة المحال التجارية والمطاعم، وبثت الرعب في نفوس أصحابها. إنها الحرب الأهلية في المرفأ القديم. اضطررنا لغلق المطعم باكرا وعدم العمل مساء أمس. مساء لم يهدأ بسبب الهجمات المتكررة بين أنصار المنتخبين الإنجليزي والروسي. ورغم هذه الأحداث، تبدو الشرطة الفرنسية مصممة على عدم تكرار أعمال الشغب التي حدثت في عام 1998 خلال مباريات كأس العالم، عندما اشتبك المشاغبون الإنجليز مع مشجعي تونس في مدينة مرسيليا.